تانية. زي ما اتفقنا يا جماعة هنجيب ازازة مية بس ساقعة او نحط تلج زي ما هما بيقولوا بالظبط، عشان برضو نمشي على الخطوات صح. احنا حطينا شوية تلج صغيرين وحطينا عليهم شوية مية ساقعة، وبرضو المية ساقعة مش مية عادية. وجبنا الفلتر بتاعنا تمام، وهنحطه بالشكل ده كده وهنقفل. السلام عليكم مرة أخرى من محلات عنون بالمنصورة. جايبين لكم يا جماعة النهاردة السلسلة الجديدة اللي احنا بنعملها، وده تاني فيديو في السلسلة الجديدة. المنتج بتاعنا هنقول تمام ولا أي كلام. المنتج بتاعنا اللي هنفرجه على حضراتكم عليه دلوقتي هنقول تمام ولا أي كلام. المنتج ده يا جماعة ترند دلوقتي على جميع المواقع وجميع الصفحات، على جميع السوشيال ميديا. الترند ده التكييف المحمول اللي الناس كلها بتتكلم عليه. التكييف اللي بيشتغل بالمية، بيقول لك تحط شويه ميه صغيرين وتشغله تحطه في شاحن الموبايل يشتغل معاك على طول. فقلنا جبنا قطعه واحده عشان نعرف حضراتكم هو حلو ولا وحش. وعلى فكره يا جماعه لو المنتج مش حلو ما بنجيبوش عندنا في المحل، لو حلو هتلاقي منه كميات. انتظروا حتى اخر الفيديو عشان تعرفوا المنتج طلع حلو ولا وحش. بس بعد اذن حضرتك قبل ما نفتح العلبه اعمل شير وفيد صاحبك بعد ما تخلص الفيديو، عشان لو كان ناوي يشتريه تخليه ما يشتريهوش. هنفتح العلبه قدام حضراتكم على السريع كده. العلبه بتيجي بالشكل ده كده، التكييف المحمول تمام جاي يا جماعه بالشكل ده. طبعا شكله جميل وشكله مميز وما اختلفناش. جاي معاه وصله الشاحن ديت، هنوريكم كل حاجه دلوقتي بيشتغل ازاي. تمام، بيشتغل بوصله شاحن او بيشتغل بالحجاره، ودي برضو حاجه مميزه وجميله، وكل الكلام ده ما اختلفناش فيه. ده مكان الشحن بتاعه ووصله الشحن جايه معاه، ده زرار الاون والاوف التشغيل بتاعه. تمام، عامل زي التكييف بالظبط فعلا، وريش بتتحرك فوق وتحت عشان يعرفك يعني يدي الهواء اتجاه فوق او هواء اتجاهه تحت. تمام، هنفتح اول حاجه يا جماعه العلبه دي قدام حضراتكم. ده الشكل بتاعه الداخلي زي ما انتم شايفين. جاي مع الفلتر دوت، فلتر كده يعني بلاستيك، جوه قطع زي المناديل او القماش الخفيف خالص. تمام، وهو من الداخل بالشكل ده كده. في مروحه زي ما انتم شايفين جوه اهيت، عامله زي المروحه اللي كانت بتيجي مع الكمبيوتر زمان. فطبعا ولا في فريون ولا في هواء متلج ولا في الكلام ده. هو كل اللي هنعمله دلوقتي اللي احنا هنجيب ازازه ميه ساقعه تمام، وهنحط لغايه اما نملى لغايه المكان ده. هتصبروا معايا ثواني وهنرجع لكم تاني بعد ما نحط الميه. ورجعنا لكم مره تانيه. زي ما اتفقنا يا جماعه هنجيب ازازه ميه بس ساقعه او نحط تلج زي ما هما بيقولوا بالظبط، عشان برضو نمشي على الخطوات صح. احنا حطينا شويه تلج صغيرين وحطينا عليهم شويه ميه ساقعه، وبرضو الميه ساقعه مش ميه عاديه. وجبنا الفلتر بتاعنا تمام، وهنحطه بالشكل ده كده وهنقفل الغطا بتاعنا. اول حاجه كده يعني هنتكلم فيها ان هو حطينا ميه، يعني حاسس ان الميه كده يعني بتنزل من الجنب. احنا ما بنقولش هي مسربه، يعني هي بصراحه مفيش فيها تسريب. ممكن يكون واحنا بنحط الميه من الازازه مفيش مشكله، فاحنا ممكن نمسحها بقماشه كويسه وبرضه عشان نعرف نحط. كل اللي هنعمله دلوقتي هنحطها في فيشه اليو اس بي تمام، عشان نشوف الهواء بتاعها ونشوف القدره بتاعتها طالعه عامله ازاي. كده زرار الاوف بتاعها اهوت، حطينا الجاك زي ما انتم شايفين تمام. هنشغل الاون بتاعها قدام حضراتكم، اشتغلت اهيت. السبيد بتاعها في سرعتين، ديت السرعه البطيئه ودي السرعه العاليه تمام. وكمان فيها تايمر وقت، تايمر تشغيل. ملينا الميه زي ما اتفقنا لغايه الماكس اقصى حاجه تمام. قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين هنجيب منديل دلوقتي هنحطه قدامها. المنديل بصوا حضراتكم يعني بيتحرك 50%، وزي ما انتم شايفين انا بحركها بتنزل ميه من تحت وعماله تنزل ميه عليا. الهواء بتاعها بقى نحطه قدام وشنا كده. يعني يا جماعه عشان مثلا نحطها في اوضه او نحطها في مكان، يعني مثلا هتبقى بالبعد ده كده مش هتجيب اي هواء علينا. لازم عشان تطلع هواء حلو لازم نقربها من وشنا كده. طب يبقى ايه وجه الافاده منها؟ يبقى طبعا ملهاش اي وجه افاده خالص. طبعا دي بتتباع على المواقع، في ناس بتباع ب 400 وناس بتباع ب 500 وناس بتباع ب 600 وناس بتباع ب 700، فهي فعلا هتخش قائمه اي كلام. بعد اذن حضرتك اعمل لنا شير عشان تفيد صاحبك، وعشان كمان الناس تعرفنا، وعشان صفحتنا تكبر. محلات عنون بالمنصوره، البيع بسعر الصين. زي ما اتفقنا احنا ما بندورش ان احنا نجيب اي منتج، بالعكس
احنا بنجيب منتجات وبنعمل لها فيديوهات عشان نعرف هي حلوه ولا وحشه. ودينا فرجناكم على تاني منتج طلع دخل قائمه اي كلام. انتظرونا في سلسله ان شاء الله الفيديوهات اللي هتكسر الدنيا الايام اللي جايه. السلام عليكم مرة اخرى، حتى الفيديو القادم.